السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة في 2025. بص يا عزيزي ويا حبيبي ويا قريبي ويا صاحبي ويا كل ما ليا في الحياة، انت قول لي مين غيرك انت؟ طيب، انت في 2025 مش محتاج انك تعيد انتاج او اختراع العجلة. كل اللي علينا في 2025 ان احنا نعمل كوبي بيست، سهلها على نفسك عشان تسهل. بمعنى، عندك زميلك في الشغل ربنا كرمه وترقى، بص على الخطوات اللي هو عملها عشان يترقى ويبدأ اشتغل عليها. شفت حد عينك جت عليه صدفة او تعمدا او اي حاجة، شفت حد تاني ربنا كرمه وحقق هدف معين انت كنت بتطمح له، اسأله عملتها ازاي؟ عملها ان هو اخد كورسات واخد دورات وطور من نفسه، يبقى انت عرفت السكة، هتمشي على نفس الطريق. بلاش فكرة ان انا عايز اخترع الذرة، وبلاش ان انا عايز اجيب فكرة واو وحاجة ما اتعملتش قبل كده. بالعكس، حاول انك تعمل الحاجة اللي اتعملت قبل كده. احنا ليه بنصعبها على نفسنا؟ ما هي موجودة، هي لو في خطة محطوطة خلاص خدها وشفها يا باشا، ما فيش مشكلة. طالما الخطه دي ما فيهاش حاجه حرام ولا حاجه عيب، خلاص انا هشوف غيري يحقق الحاجه دي ازاي، وبناء عليها هبدا ان انا اسعى ان انا احققها، وان انا همشي على نفس الطريق. هو في طريق بيوصل لمكان معين، ما ينفعش انت تبقى طالع بالسياره او بالعربيه وتقول لا والله الطريق ده بيوصل ليكن مثلا للقاهره، او هنا في السعوديه بيقولوا بيوصل للرياض، فتقول لا والله ده الطريق ده انا مش عاجبني، انا هاخد طريق تاني داخلي كده، هتتعطل واحتمال ما توصلش، واحتمال تاخد ساهر تقطع اشاره، حوار كبير. ما تمشي في الطريق اللي عليه خدمات والطريق المتشاف والطريق اللي غيرك ماشي عليه. ما تعيدش انتاج العجله، خدها كوبي بيست كده وشفها. شفها يا باشا، حط كربون وشفها، هتوصل اسرع. هتوصل اسرع وهتحقق اللي انت عايزه بسلاسه وبسهوله. ما تصعبهاش على نفسك، لانه الحياه بقت اساسا ضغط الناس وبقت ضغطانه. كمان هتبدا تضغط نفسك انك انت عايز تبقى عبقرينه زمانه. لا يا عم، عادي عادي، هي كلها اساسا بتنحت من كله، مفيش مشكله في النحت. لكن ما تسيبش نفسك انك انت تقول لا والله اصلا الناس هتقول عليا ان انا بقلد، الناس بتقول عليا ان انا شفت فلان عمل كذا فانا ماشي على نفس الطريق. مالكش دعوه بالناس، الناس ما بتسيبش حد في حالها. الناس لو انت طلعت المريخ هيقولوا ده فلان طلعها بالواسطه، لو انت قعدت تحت في الارض تحت الارض هيقول لك بص مش عايز يغير من نفسه فاشل. فيا صديقي ويا عزيزي ويا حبيبي ويا قريبي، خلي بالك، ركز انك انت تغير من نفسك وتطور من نفسك، وتشوف غيرك عملها ازاي واعملها. شوف غيرك عملها ازاي واعملها. ما تعيدش اختراع العجلة عشان ما تتأخرش.